تريكايه في الاكسل باستخدام معادله اكس لوك اب ومعادله تشوز كولز، يلا بينا نشوفها. لو انا هنا عندي في الجدول الاولاني بيانات الكاستمرز كلها، وعندي في جدول صغير تاني بعض الكاستمرز، محتاج اعرف بعض المعلومات عنهم مش كل حاجه. حد هيجي ممكن يقول لي اكس لوك اب، هقول له تمام، كده كده هنشتغل باكس لوك اب، ولكن الاعمده المحدده دي ازاي هنعملها؟ هنستخدم معادله اسمها تشوز كولز علشان تحدد لي. فهاجي هنا كده اقوم جاي كاتب له تشوز كولز، واقوم جاي ضايف اكس لوك اب على طول. اول حاجه بختارها اللوك اب فاليو اللي هو اسم الكاستمر، بقوم جاي مختاره من هنا كوما. اللوك اب اري اسماء الكاستمرز كلهم في الجدول الاساسي، فبروح للجدول الاساسي كده واعلم عليهم كلهم، واقوم جاي مثبتها ب F4 كوما. بعد كده ريتيرن اري او الكولمز اللي فيها النتائج، بقوم جاي معلم عليهم كده وبرضه مثبتها ب F4 كوما، واقوم جاي عامل دبل كوت. ده معناه لو انت ما لقيتهاش سيبها لي فاضيه، واقفل براكت. بعد كده هعمل كوما وابدا احدد له ارقام الاعمده اللي فيها الكولمز اللي انا عايزها. وهنبدا هنا بعمود الاي دي اللي هو عمود الاولاني من بعد الاسم. هقوم جاي هنا كده كاتب له 1 كوما، العمود الثاني عمود رقم 4 كوما، الاخير عمود رقم 6، وفي البراكت بتاعي بتاع تشوز كولز انتر، طلع لي الاي دي والريفينيو والريجن. نعمل بقى من هنا كده اوتوفيل، تلاقي كل حاجه طلعت. ولو جينا غيرنا الاسم مع اي حد هنا هتلاقي البيانات كمان بتاعته بتتغير. تريكايه بصراحه جميله جدا وعجبتني. لو انت كمان عجبتك اعمل لنا لايك وفولو ومتابعه على كل منصات السوشيال ميديا بتاعتنا، لان ده بيساعدنا ان احنا نفضل مكملين. ولو عايز تتعلم برنامج الاكسل من الصفر لحد مستوى الاي اي، وكمان الباور بي اي وبايثون وباور ابس والاي اي وكل ما يخص مجال تحليل البيانات، اشترك في أكبر منصة تعليمية في الوطن العربي بالكامل علشان تقدر تستفيد بكل كورسات باشتراك سنوي واحد، وكمان تقدر تاخد شهادة بعد كل كورس ما يخلص. ولو محتاج أي سؤال بتقدر تدخل الكوميونيتي بتاعنا اللي فيه أكتر من 45,000 متدرب علشان خاطر تبدأ تسأل وتتعرف على كل الناس وتشوف فرص لنفسك أكبر.